أول حقيقة إنه لمّا المريض بيروح للطبيب، أول حاجة بيسألها له أنت متعوّد تدخل الحمام كل قد إيه؟ في حد متعوّد يدخل الحمام مرتين في اليوم، في حد متعوّد يدخل كل يوم، بناءً على التعوّد بتاع المريض بنقدر نترجم يعني إيه كلمة إمساك. تاني حقيقة إن أنت ما ينفعش تاخد مُليّن وخلاص، ممكن المُليّن يكون حل مؤقت للإمساك، لكن لازم تتوجه للطبيب علشان نقدر نعرف إيه سبب الإمساك الحقيقي ونتعامل معاه بشكل مضبوط. تالت حقيقة إنه مش بالضرورة إنه يكون الإمساك علامة لحاجة خطيرة في الجهاز الهضمي، لكن لازم تتوجه للطبيب علشان نقدر نعرف إيه سبب الإمساك الحقيقي. لكن لما بتروح للطبيب المعالج ويسألك أسئلة معينة هو بيقدر يعرف إذا كان في علامات خطورة بتقول إنه الإمساك ده ممكن تبقى سببه حاجة خطيرة، وبالتالي ياخد خطوة المنظار. رابع حقيقة إنه ممكن تكون الألياف حل من الحلول للإمساك، لكن مش بس ده، في نوعيات أكل معينة بتحسن الإمساك وبنطلب منه إن هو يستمر فيها. السوائل حاجة مهمة جدًا، جدًا، ويمكن المصريين عندهم مشكلة في إن هم ياخدوا الكم الكافي من السوائل، زائد الحركة والرياضة حتى ولو بشكل قليل، لكن كل ده بيفيدنا في التعامل مع الإمساك. الخلاصة بتاعة الكلام ده إنك لما يبقى في إمساك لازم تتوجه للطبيب علشان يعمل له تحليل مضبوط ويقدر يعرف أسبابه المضبوطة ويتعامل معاها بشكل مضبوط.